وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أننعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله 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 يا الله. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذين اجتمعنا هاهنا بسببهم أن الله الجرأهم والدينا والخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما أثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد حتى ترى الله من عليها وأنت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تكبر ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكبر مبارك وفي هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمك الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأزواج رسول الله الطاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء حمزة العباس والحسن حسين علي بن عبد محمد الباقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا أحمد المهاجر الله حمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خالد قاسم سيدنا محمد صعب بن مدبات سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاب الدرك إمام محمد مولى الدويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام سيدنا الرحمن السقاف وشحم المخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر الدوشة بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم الحبيب عبد الرحمن العطاش علي الله بارس قطب الله حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ بكر جيلاني شعمل البداوي شعمل الرفاعي شيخ إبراهيم السكي أبي حسن شذري محمد البوسري صبر ده حبابا الشيخ السلطان شيخ أحمد الدجاني شيخ الحبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم وجنب الله السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب السقاف صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشد والحبيب محمد بن شيخ عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أحمد بن فقيه عبد الله بن حسين فقيه والحبيب عبد الله بن حسين طاهر والحبيب أبو بكر الحبيب حسن بن صلاح البحر الحبشي عبد الله بن فقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سيدنا الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علي بن علي محمد بن حسين الحبشي والحبيب أبو بكر محمد بن هادي السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن الله الشهاب أحمد محمد مخضار من تانم وأحلام من زنبل السادة العلوين والحبيب حامد بن الله الحداد أخوان الحبيب حامد أصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب وأصولهم وفروعهم والحبيب شيخ بن محمد بن شهاب والحبيب محمد بن شهاب بن شهاب الحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن شهاب وأصولهم وفروعهم وصحبة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن محمد النور وأصولهم وفروعهم من هذه التربة والحبيب محمد بن حمد الكابشي والحبيب البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب بكر بن شهاب عبد القادر والحبيب علي بن احمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شيخ السقاف وأصولهم وفروعهم ومن جبل سادة علوي من أصحاب الفلنبل سادة علوي وسيدنا شعب الأحصام الفلنبل شعب الحامد ولسيدنا ثميلر من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم برحمة والدينا والإخلاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتكا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سير أسرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور لنا انك انت الغفور الرحيم دعواهم فيها سبحانه وتعالى وسلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح بالقبول والاقبال والصلاه كل الحل ان الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويكشف الكروب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يتولنا بولايته ويحفظنا من شر بريته ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه صلى الله عليه وسلم وفي حق أوليائه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا ولكم في أوقاتنا
وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن خذل النقصان إلى عز المعاني ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويسخي أغراضنا ويطيل أعمالنا مع اللطف والعافية ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا على هدي من صالح وما نواب آباؤنا وأصنافنا الصالحون ومن شيخنا خصوصا المنام بن علي محمد صلى الحبسي النظر لكل نية المتهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخيل كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في العالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيبنا ملعنا من نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في حسن العلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يضيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قرعته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهال في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد، صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا،
فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما عساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم بنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بينة التصوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد كانت الأقدار الأزليات بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام من شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. صل وسلم أشرف الصلاة الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سلام سلام كمسك الختام عليكم حيبة بنايا كرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة
كرام ومن ذكرهم همنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام أنا عبدكم يا أهيل الوفا وفي قربكم مرهمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفا ومنوا بواصل ولو في المنام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام أموت وأحيا على حبكم وذل لديكم وعزي بكم وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبه في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام إذا مر بالقلب ذكر الحبيب ورادي العقيق وذاك الكسيب يميل كميل القضيب الرطيب ويهتز من شوقه والغرام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام
عسى الله يشفي غليل الصدور بواصل الحبائك وفك القيود، فرب رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمنه أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها صلى الله عليه، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
صلى الله ومنذ عليه علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ودي هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا لا إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كيناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممنوع صلى الله عليه سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبه الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قد كون ابتهاجا لوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس
وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرار، واستضيئوا بجمال، فقى بالحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفر، الله حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا نبي. الله يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا الله، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. فلربي كل حمد جل يحصره العر، الله إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد. صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا نبي الله، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. رسول الله أهلا بك إنا بك نسعر، الله بجاهه يا إلهي جد وبلغ
كل مقصد يا رسول الله جينا لزيارة قاسي جينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيله كي به نسعد ونرشد الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا رسول الله جينا لزيارة قاسي جينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد استغفر الله رب استغفر الله من وسلام مستمر كل حين يتجدد استغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب.
فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسوا أدجته فلم انشب من غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال تبتعه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وصوم بالمؤمنين حما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له القصال واللفظ محتوي على معنى الجزل إذا دعوا المسكين وأجابه إجابة مؤجلا. وله الشفيق الرحيم لليتيم والملا وله معسولة الأخلاق الهيبة القوية التي تتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر تترتب كرم المنازل وفي ذكره تطيب جذ المسالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جمع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه وأشرف خصوصية. فما من هلك ببرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى بمجده ومكانه. أوصف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجب السهى بنانه. وقد انبسط القلم تدوين ما بدل العلم من وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وقال السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن ختم كما يسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وشفيع وأشرف الذكرين المع العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من عبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آملنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركته والشرف جد أولادنا ووالدينا وعلى قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلى امرأة الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معند واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإخلاصين
من جميع البلايا وفرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك كايمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول بحق وبجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا قوي متين اكفي شر الظالمين وما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Masyarul habaib, masyarul ikhwan, hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tertib acara yang biasa dilakukan dalam tertib Maulid Isrin, kami minta izin untuk kita bersama-sama membaca doa yang memang alhamdulillah selalu kita lazimkan di majelis zikir ziarah. Yaitu doa bentuk qasidah yang disusun dikarang oleh Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Biasanya kita baca berbarengan juga dengan salawat yang beliau susun. Namun mungkin sini salawat sudah ada alhamdulillah yang akan dibacakan, kita ngambil baca doa yang dikarang beliau dan memang subhanallah ini sangat-sangat tepat untuk kita perbanyak, kita sebarkan, kita syiarkan. Bahkan kita mengajak majelis-majelis mungkin musola-musola untuk mungkin mendawamkan, menambahkan dari bagian zikir kita, doa kita, karena nisbah ini bukan karangan si fulan atau si fulan tapi karangan Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Bahkan prediksi kami ini beliau karang mungkin dari sebelum 40 tahun lewat yang lalu, karena kami pernah dengar dari guru kita Habib Nagib, beliau waktu masih di Ariyat itu tahun 75-74 ketika duduk di rumah Habib Alwi, memang ada bagian taklim ke rumah Alwi, ini selalu dibaca oleh Habib Alwi Bahsin. Artinya beliau sudah nyusun ini dari lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat ini insyaAllah kita ada di magumnya Habib Alwi Bahsin, kita baca, kita dawamkan. Dan ini mungkin Iwan sudah banyak yang punya, di HP sudah diviralkan, silahkan dibaca, diperbanyak, disiarkan, disyiarkan. Mudah-mudahan doa yang kita baca berkat daripada karangan Habib Alwi Bahsin ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود ناكثين للأهد وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. بهم يا ربنا سلكت رد حقا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. Qabballah taqabbal ya karim ikhwan. Ini qasidah memang kalau nak dibaca lahannya silakan dengan lahan apa? Fardia bisa. Ya ini bisa juga qasidah yang Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana kafun wa ghauthun mu'in. Itu macam-macam. Ya ada pakai hadrah. Sengaja kita pilih qasidah ini dibaca seperti ini karena ini butuh semangat.
Ya dibutuhkan semangat. Mudah-mudahan ini yang kertasnya tangan antum dibagikan, kemarin sudah banyak yang dapat. Kalau memang ada yang membutuhkan untuk dibaca di musola di kampungnya, sudah hubungi PSM. Insyaallah kita sudah menyiapkan ada mungkin 2000 cetakan lembaran untuk dibagikan. Adapun untuk di Isrin kami serahkan kepada Habibana Umar, kalau memang untuk bisa ditambahkan betul, tapi kalau memang sudah kebanyakan gosip dan zikir mungkin insyaallah kita dibaca di waktu-waktu tertentu insyaallah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal asatis wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-7 daripada rangkaian majelis Maulid Isyrin yang kita adakan. Kita berada di majelis zikir ziarah atau di Guba Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, yang mana seperti biasa setiap 1 bulan sekali di sini diadakan majlis zikir ziarah yang diasuh oleh guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat pada malam hari ini senantiasa kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salawat iringkan salam senantiasa kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seperti biasa sebelum menginjak ke acara berikutnya, Al-Faqir akan mengumumkan rangkaian majelis Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Jumat, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Hadadul Qulub, asuhan daripada Al-Ustaz Hamid bin Ahmad Barakba yang beralamat di Mata Merah atau di belakang Masjid Al-Ikhlas. Kemudian untuk malam Sabtu insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Ta'lim Darul Hadi yang beralamat di Komplek Bukit Nusa Indah KM 9. Kemudian untuk malam Ahad insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Faidul Alam yang beralamat di Kenten Sukamaju atau di Simpang BLK. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk malam Senin insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di rumah Sayyid Ali bin Usman bin Syahab yang beralamat di 14 Ulu Komplek Palem Pratu Musa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh pengasuh daripada Majelis Zikir Ziarah Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Fa'alihi falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal habaib wal asatid. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan terus kita mendapatkan nikmat-nikmat yang agung, yang besar, yang luar biasa, dengan kita selalu dikumpulkan Allah bersama orang yang kita cintai, dan insyaallah kita dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para asatid, para sepuh, orang-orang tua kita, dalam perkumpulan yang sangat diridhai Allah. Maulid demi maulid kita hadiri, dan sekarang alhamdulillah banyak asatidz sudah memulai juga majlis-majlisnya, semuanya indah, semuanya berkah. Mudah-mudahan dengan kumpul kita pada malam hari ini di majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita yang hadir dan yang tidak hadir, dan kita pulang dari tempat-tempat yang seperti ini, dari majlis seperti ini, membawa keberkahan untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita jumpai, dan bahkan untuk dzurriat yang mungkin masih ada di tulang sulbi kita.
dan juga insya Allah menjadi keberuntungan berkat daripada perkumpulan ini orang-orang yang telah wafat dari keluarga kita. Kami secara pribadi dan mewakili segenap panitia Majlis Bulanan Zikir Ziarah Seberang Hulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada para habaib, para asatiz, hadirin yang alhamdulillah menyempatkan waktu untuk hadir di majlis pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula kepada panitia Maulid Ishrin, jazakumullah khair jazaa, yang kembali menjadwalkan majlis bulanan ini untuk menjadi bagian daripada Maulid Ishrin, jazakumullah khair jazaa wa barakallahu fikum. Kemudian kepada semua panitia, siapapun yang membantu penyuksesan acara ini malam, kami ucapkan jazakumullah khair jazaa wa barakallahu fikum. Semoga Allah yang akan membalas dengan balasan di dunia sebelum di akhirat insyaallah taala dengan segala keberkahan. Dan insyaallah apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi salah satu sebab yang besar memberikan kegembiraan untuk baginda Rasulullah SAW dan terangkannya bala musibah dimanapun itu adanya, terutama ikhwan Palestin, muslimin yang terzalimin. Dan kami juga mengungkapkan minta maaf, beribu-ribu maaf kepada segenap para habaib, asatiz, ikhwan semua yang hadir kalau mungkin ada kekurangan di sana sini dari majelis ini. Ini majelis memang jadwal kita biasa di awal bulan, majelis bulanan. Namun untuk majelis Kambang Koci mengingat masih padat jadwal maulid pada malam, pada isya. Jadi untuk Kambang Koci belum kita mulai, dan Datuk Akil juga mungkin barangkali di akhir bulan baru kita akan adakan setelah selesai Ishrin untuk majelis bulanan Zikir Ziarah Kambang Koci dan Magom Datuk Akil insyaallah taala. Mungkin saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang hadir, yang telah ikut andil dalam pensuksesan ini acara, dan terkhusus untuk panitia Arba'in, panitia Maulid Ishrin, jazakumullah jazaa wa barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'idatul Hasanah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Ali bin Abdullah Bahsin. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum Mau'idatul Hasanah, kita akan membacakan salawat doa yang akan dipimpin oleh Said Zaki bin Yahya bin Syahab. Fa'alaikum falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر وارحم عبدك الحبيب مهدي بن محمد شهاب واجمعنا به في جنتك مع سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي والروح سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memperkumpulkan kita di sini, duduk kita bersama-sama dengan para tuan-tuan guru yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Guru kita bersama Al-Habib Ahmad Syukri bin Ali bin Syahab, dan begitu juga guru kami dan guru kita bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Munawwar, beserta para tuan-tuan yang tidak bisa saya ucapkan ataupun saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Begitu pula kita hormati bersama orang tua kita, Al-Habib Ali Al-Bin Hamid dan Al-Habib Ja'far As-Saqaf. Semoga dengan duduknya kita bersama-sama mereka di Guba, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, dengan duduknya kita di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai orang-orang yang kelak bisa berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillah malaikatan yatufu fudulan yabtaguna majalis zikir. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah memiliki para malaikat, yang mana para malaikat tersebut berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Kemudian ketika mereka mendapati perkumpulan di mana orang-orang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan duduk bersama orang-orang yang di mana orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul mengumandangkan kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tahmid, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Ma'asyiral muslimin, mungkin dari semenjak maghrib tadi kita bersama-sama banyak berzikir dan mengingat Allah. Bahkan di tempat ini kita bersama-sama berzikir, kita mengumandangkan kalimat tahmid, takbir, tahlil, dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kita diampuni. Mungkin lisan ini kotor, mungkin hati ini penuh dengan dosa-dosa. Doa-doa yang kita panjatkan mungkin karena kotornya lisan ini menjadi hijab daripada doa-doa yang kita harapkan. Akan tetapi kita berkumpul di sini bersama orang-orang yang soleh, bersama tuan-tuan guru kita, kita mengharap kepada Allah dengan keberkahan para aulia Allah yang ada di sini, dan begitu pula dengan hadirnya para tuan-tuan guru kita. Semoga dengan lisan-lisan mereka yang senantiasa berdakwah, yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah, doa-doa kita pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para malaikat tersebut mereka telah berkumpul, lantas mereka kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka dari mana mereka datangnya, dan mereka mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka baru pulang ataupun telah berkumpul dengan orang-orang, yakni hamba-hamba Allah yang mengucapkan kalimat tahmid, takbir dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tersebut dengan beberapa pertanyaan, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada malaikat tersebut bahwasanya aku telah mengampuni, aku telah memberikan atas apa-apa yang mereka minta, yakni aku telah ampuni semua dosa-dosa mereka.
Dan malaikat itu pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka ada seseorang yang hanya melintas. Setelah ia melintas, ia pun mampir duduk untuk berzikir, mengingat Allah." Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bahkan ia pun telah aku ampuni dosa-dosanya. Humul gham ayasjudihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum, yakni orang-orang yang soleh, yang baik. Tidak ada kerugian ketika berkumpul dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini adalah bentuk usaha kita agar kita bisa mendekatkan diri kita yang kotor ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita menunjukkan apresiasi kita ataupun bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasul dengan banyak tadi kita memuji, memuja akan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini adalah bentuk kecil timbulnya lahirnya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, "Man tajalla fi qalbihi hubban hadzal habib sallallahu alaihi wasallam la yakhib abadan la fi dini wala fi dunya wala fi ukhrahu. Wa hasya an tuhriqan nar qalban fihi mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak akan merugi di mana seseorang yang mana hatinya mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hatinya timbul rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati tersebut tidak akan merugi selama-lamanya, baik dalam dunianya, akhirat beserta agamanya. Dan dikatakan oleh beliau, sungguh hati-hati yang mana di dalamnya terdapat rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati-hati tersebut tidak akan bisa dibakar oleh api. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita perbanyak rasa cinta dengan mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rasa cinta tersebut pasti akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ketika beliau berkumpul di Zabid, di negeri Yaman, salah satu negeri Yaman, beliau berkumpul dengan orang-orang yang ada di saat itu. Lantas mereka berkeinginan untuk berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kehendak untuk berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keinginan itu pun timbul bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Datanglah seorang anak kecil, yang mungkin ini anak adalah seorang anak kecil, tetapi hatinya telah menjadi tawanan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kepada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai bahwasanya keinginannya yang kuat untuk mengikuti agar ikut serta dalam berziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan usianya yang masih kecil, dia hanyalah anak kecil, lantas keinginan pun digagalkan ataupun ia tidak diajak karena usia dan tidak memungkinkan untuk mengajak seorang anak kecil yang mana perjalanan tidaklah dekat dan waktu bukanlah sebentar. Ketika perjalanan dijalani dari negeri Zabid datang ke Mekah Al-Mukarramah ataupun mendekati kota Madinah, dan ketika sesampainya di kota Madinah dengan kendaraan yang mereka kendarai, entah itu dengan ontah dan lain sebagainya, ketika sesampai di kota Madinah dan mereka pun beryuforia akan sampainya di mana di tanah dikuburkan, dimakamkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar bahwasanya rombongan telah sampai, maka si anak kecil yang tadinya dilarang untuk ikut, ia keluar daripada persembunyiannya, sehingga membuat heboh dan membuat heran rombongan yang ada saat itu.
Mereka mengherankan, ini perjalanan tidaklah sebentar. Jauh, waktu yang panjang mereka gapai. Dan ia pun keluar daripada persembunyiannya dari salah satu mungkin tempat yang ada yang mereka bawa. Ini anak bertanya, apakah kita telah sampai di tanah di mana dimakamkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan rombongan pun menjawab, iya, kita telah sampai. Dan ini anak bergembira. Ia seraya berbahagia mengambil tanah. Apakah ini tanah yang pernah diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan itu tanah ia ambil dan ia lemparkan ke atas kepalanya. Ia bersorak-soraya, ia berbahagia. Dengan sesampainya ia kepada orang yang ia cintai, makam orang yang amat ia cintai. Lantas pertanyaan sebelum ia berbahagia terhadap anak tersebut, yang aku herankan, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai kepada anak tersebut, wahai anak kecil, perjalanan ini tidaklah sebentar. Waktu yang amat panjang dan jarak yang amat jauh yang telah kita lampaui. Dari mana engkau makan dan minum? Apakah engkau tidak memiliki rasa lapar ataupun haus? Maka jawaban dari sang anak, sungguh kecintaan terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melalaikan aku dari rasa lapar dan rasa haus. Kerinduan yang amat sangat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar sehingga membuat ia lupa dahaga, lapar dan hausnya. Dan ketika ia bersenang-senang dengan sampainya ia di kota Madinah, tubuhnya yang mungil roboh ke atas tanah. Ia pun terbaring lemah dan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ia pun dimakamkan karena ia bukan orang Madinah, ia dimakamkan di luar kota Madinah. Dan rombongan pun melanjutkan ibadah umrohnya. Setelah selesai daripada umrohnya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai teringat akan sang anak. Anak yang luar biasa, yang mungkin kita memandangnya hanyalah seorang anak kecil, tetapi kecintaannya jauh lebih besar daripada segalanya. Ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berziarah kepada makam anak tersebut, suatu hal yang luar biasa yang ia dapati. Makam yang tadinya di luar kota Madinah seakan-akan merayap mendekat kepada makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak, waktu, rasa lapar dan haus tidak bisa menghalangi sang anak demi menjumpai sang yang ia cintai. Bahkan kematian pun tidak menghalangi agar ia bisa selalu berdekatan, agar ia selalu menggapai dan mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita yang selalu mengatakan bahwasanya kita adalah para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita orang-orang yang mencintai baginda Rasul, akan tetapi hanya di lisan saja. Mungkin bersolawat ketika kita perlu saja, kita mengingat Allah, berdoa ketika kita ingat saja. Ataupun ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, kita ingat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah cinta haruslah dipupuk, cinta haruslah disirami agar senantiasa cinta tersebut ada di dalam sanubari kita. Maka ma'asyiral muslimin, agar cinta dan rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala selalu ada di dalam diri kita, kita pun harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita pun harus duduk bersama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita hanya sesaat ataupun hanya waktu-waktu ataupun hanya event-event yang datang kita duduk bersama mengingat Allah, lantas acara-acara tersebut sudah tidak ada lagi, kita pun lupa dengan Allah dan kita pun lupa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita bersama orang-orang soleh sungguh tidak akan membuat kita menyesal kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang mungkin telah bersama-sama duduk dengan orang-orang yang soleh, lantas kita meninggalkan perkumpulan tersebut. Kita melupakan Allah dan Rasulnya karena kita tergolong daripada orang-orang yang mungkin salah pergaulan. Hal ini pernah terjadi pada seorang yang ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id adalah seseorang yang mungkin ia pun sering mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan tetapi sesekali ia mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana ia memahami Al-Quran ini bukanlah ucapan seorang manusia ataupun memiliki sastra bahasa yang luar biasa yang tidak mampu digapai oleh seorang manusia. Tetapi ia seringkali mengganggu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumahnya yang berdekatan dengan baginda Rasul membuat ia mengganggu baginda Rasul sampai di rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap ia pulang daripada berangkat dari safarnya, ia akan mengadakan satu walimah. Ia akan mengadakan satu acara, yang mana acara tersebut ia adakan, ia undang orang-orang yang terhormat pada zaman itu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir dalam acaranya. Ketika saat dihidangkan makanan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id bahwasanya aku tidak akan makan ini hidangan sampai engkau bersyahadat sampai engkau bersyahadat. Lantas ia pun bersyahadat agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan jamuannya. Uqbah bin Abi Mu'id memiliki seorang sahabat yang bernama Ubay bin Khalaf. Ketika kabar tersebut sampai ke telinganya Ubay bin Khalaf, ia pun mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id, wahai Uqbah, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau lakukan wahai Uqbah? Sungguh wajahku dan wajahmu jangan sampai bertemu lagi. Aku tidak ingin berjumpa dengan engkau sehingga engkau mendatangi Muhammad dan kau ludai Muhammad. Persahabatan yang lebih ia kepentingkan, sehingga ia melakukan atas apa yang diinginkan sahabatnya agar tidak merenggangkan persahabatan mereka. Ia pun kembali lagi menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma ya'uddu zalimuna ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila ya wailatah laitani lam attakhid fulana khalilah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kelak mereka orang-orang yang zalim akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Mereka akan menggigit tangan-tangan mereka dan mereka berkata, cobalah seandainya dahulu aku berada di jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailatah, sungguh betapa celakanya. Cobalah seandainya aku tidak berteman dengan si fulan. Pertemanan yang salah, duduknya kita dengan orang yang salah membuat jauh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal, yang mungkin sekarang kita bersama-sama senantiasa duduk bersama orang-orang yang soleh, dan di kemudian hari kita melupakan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir, bermunajat kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam demi perkara-perkara duniawi yang melalaikan kita, yang membuat kita jauh daripada Allah dan Rasulnya. Maka haruslah kita dawam dalam keadaan ini agar senantiasa kita tergolong dan kita tercatat menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya bagaimana metode cara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka beliau mengatakan, beliau menjawab, resep agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yakni cintai para wali-wali Allah. Maka cintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati mereka adalah pusat pandangan Allah, dan ketika pandangan tersebut tertuju kepada hati-hati mereka orang-orang yang soleh, pada hati-hati mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, para aulia Allah, maka di sana tertoreh ataupun tertulis nama-nama kita, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan duduknya kita di sini kita mendapatkan tempat di hati para tuan-tuan guru kita. Begitu pula kita mendapatkan tempat di hati para aulia Allah yang telah dimakamkan di ini tempat, sehingga kita bisa mendapatkan pandangan Allah dan kita pun mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terjauh daripada persahabatan duduknya dengan orang-orang yang salah. Malik bin Dinar mengatakan, ketika ada seekor anjing yang duduk di sampingnya, ia mengatakan, anjing yang berada di sampingku lebih aman daripada duduknya aku bersama orang-orang yang jahat, lebih aman daripada aku duduknya dengan orang-orang yang tidak baik. Mungkin kita duduk ketika ada seekor anjing di samping kita, kita akan berhati-hati dari gigitannya, dari najisnya, dan dari apa-apa yang kita tidak inginkan dari anjing tersebut. Tetapi duduknya kita dengan orang-orang yang tidak baik, secara tidak sadar akan menularkan perangai-perangai mereka. Kita tidak bisa melihat ataupun kita tidak bisa merasakan bahwasanya pribadi, perangai, tabiat yang dimiliki oleh orang-orang yang membenci baginda Rasul ataupun orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasulnya akan mengalir dan masuk ke dalam diri kita, sehingga secara tidak langsung dan tanpa kita sadari kita menjadi orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Binti Syifa Zulda wal Amrad wal Asgam wal Alam. Syarifah Aisyah binti Ahmad Al-Munawwar wa Syarifah wa Habib ibn Zaid bin Benyamin Mukti wa Haji Khsah wa Muhammad Riza bin Taufik At-Tamimi wa Zain bin Abdullah Bahsin wal Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Munawwar wa man awsana bidu'a shifa ishwihim shifaan ajilan ala haziniyah wa kulli salihah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila haddadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم احيينا المسلمين توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وتعمل في الأعمال وارزاقا واسعة لا تعذبنا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأبد الأبدان وشفائها ونور أبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي يا معافي اشفيهم شفاء عاجلا وارزقنا في الجسد جسد محمد وآل محمد. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عني وليس لي عمل ألقى العلي ما به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إهراق جثماني وكن غناي الذي ما بعده فلس فكن فكاكي من أغلال عصياني تحيات الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق أوصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى ومن مدحوه روحي وريهاني. الحمد لله رب العالمين.